في ناس فاكرة إن الشيطان بيجي بس عشان يوقعك في المعصية، لكن أحياناً بيقف وراك ويقولك اعمل خير. الشيطان بنفسه بيشجعك على عمل صالح، بس مش حباً فيك، ده علشان يوقعك في أكبر فخ ممكن. الشيطان مش دايماً بيحاربك بشكل مباشر، ساعات بيشتغل على المدى الطويل. لما يلاقيك قوي في طاعة، ثابت على موقفك، مش قادر يكسرك، يبدأ يغير الخطة. بدل ما يمنعك من الخير، يسيبك تعمله، بس يشغلك بيه عن خير أكبر وأهم. ابن القيم رحمه الله وصف في كتابه الفوائد تدرج الشيطان في إغواء ابن آدم. قال: يبدأ الشيطان بإغواء الإنسان نحو الشرك بالله، فإذا لم ينجح في ذلك ينتقل إلى الكفر، ثم إلى الكبائر، ثم إلى الصغائر، ثم إلى المباحات، وأخيراً إلى شغل الإنسان بالمفضول عن الفاضل.